ازاي تاخد كور اي 7 من الجيل الثامن في جهاز 14 بوصة وزنه حوالي كيلو ونص بسعر 8888؟ تعالى اقولك ليه الجهاز ده مش مجرد سعر حلو بمواصفات ممتازة. مش كل لابتوب كور اي 7 معناه ان هو اختيار مناسب ليك، لان في فرق بين لابتوب مواصفاته كويسة على الورق ولابتوب فعلا يخدمك في شغلك. وعشان كده خليني اقولك ايه اللي بيميز ديل لاتيتيود 5490 على لابتوبات كتير في نفس الفئة. لو انت بتدور على جهاز مناسب للشغل والدراسة في معادلة تجمع بين الاداء والخفة والسعر الممتاز، يبقى لازم تشوف الجهاز ده. اول حاجة لازم تعرفها ان ديل لاتيتيود 5490 مش مجرد جهاز مواصفات كويسة وخلاص، لا ده من سلسلة ديل لاتيتيود المخصصة للبيزنس، وده بيبان في تصميم الجهاز واستخداماته. نيجي بقى لاهم نقطة، الاداء. الجهاز بيجي بمعالج انتل كور اي 7 الجيل الثامن ب4 كور و8 ثريد، وبسرعة معالج بتوصل لحد 4 جيجا هرتز، وده معناه انك قدام معالج مناسب جدا للشغل والدراسة والمالتي تاسكينج في حدود امكانياته، وفي نفس الوقت وزنه حوالي 1.5 كيلو جرام. فلو بتتنقل بين الجامعة، الشغل، الاجتماعات، او بتاخد اللابتوب معاك في اي حتة، هنا الجهاز بيدي نقطة قوة مهمة جدا. لكن خليني اقولك، لو استخدامك الاساسي جرافيك تقيل، مونتاج احترافي، العاب تقيلة، فالجهاز ده مش مناسب ليك. وكمان الجهاز بيجي ب 8 رام DDR4 و256 SSD، وكمان عندك شاشة فول اتش دي 14 بوصة، ودي بتديك مساحة ودقة كويسة جدا للشغل وللدراسة. طيب الجهاز ده مناسب لمين؟ مناسب جدا لو استخدامك شغل، جامعة، اجتماعات، برزنتيشن، او توصيل الجهاز بشاشات واجهزة مختلفة. هتستفيد جدا من تنوع المداخل اللي فيه: USB-C، HDMI، فيجا، لان، USB، وكمان مدخل الميموري. يعني لو اولوياتك جهاز عملي من فئة بيزنس بمواصفات ممتازة وسهل تنقل بيه لاي مكان، فالديل لاتيتيود 5490 اختيار مناسب جدا ليك. وما تنساش، مع تارجت ستور اختيارك الصح بيبدأ من هنا.